تعرفي انك ممكن تعملي نفس الحاجه بالظبط، مره تاخدي عليها اجر كبير ومره ما تاخديش عليها حاجه. السر في كلمه واحده بس، وهي النيه. بس قبل ما اتكلم في موضوع النهارده ما تنسيش تعملي لايك للفيديو ده وتشيريه لكل البنات وتعملي سبسكرايب للقناه دي. معاكي الاء عرفه، ودي قناتي قناه حريات، بشارك فيها معاكي كل ما يخص البيت والاسره والمجتمع. بصي بقى، النية مش مجرد كلام بنقوله خلاص، النية محلها جوه القلب. يعني ممكن تعملي حاجة عادية جدا في يومك بس ممكن تتحول من عادة لعبادة. يعني باختصار الحاجة دي ممكن تتحول لعبادة بسبب نيتك. هو بس ان انت تحولي المسار ده ان هو يبقى نية، تحوليها لنية. مجرد ما تعقدي النية فخلاص بقت عبادة. زي مثلا انك تذاكري بنية انك تنفعي نفسك او تنفعي الناس، انك تطبخي بنية انك تسعدي اهل بيتك. وهنا حابة استغل وافكر كل ست بيت بما اننا داخلين على شهر رمضان الكريم انها تجدد نيتها بانها هتفطر صايمين، وما تتضايقش خالص ان رمضان بالنسبة لها بيضيع في المطبخ والطبيخ وما الى ذلك. هي خليها تعقد النية انها بتفطر صائم، ولو عقدت نيه بكده فليكي اجر باذن الله، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كان له مثل اجره. عايزه اقول لك ان العلماء بيقولوا ان النيه ممكن تحول العاده لعباده، نفس التصرف اللي بيتعمل بس بنيه مختلفه. وطبعا مش محتاجه اقول انه باجر مختلف تماما. واخيرا حاولي قبل اي حاجه بتعمليها حتى لو كانت بسيطه انك توقفي لحظه وتسالي نفسك: هو انا بعمل ده ليه؟ يعني ممكن سؤال صغير ده يغير يومك ويملاه كله اجر باذن الله تعالى، بسبب بس ان انت عقدتي نيتك. فما تنسيش النيه تحول العاده لعباده.